السلام عليكم. تصريح خطير من زين الدين زيدان يكشف مؤامرة خطيرة ضد المنتخب المغربي قبل مباراة فرنسا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي التي ستقام غدا بمشيئة الله تعالى. فقد صرح زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات منذ قليل للإذاعة القطرية وقال: الفيفا تكيل بمكيالين ومنعت بيع تذاكر مباراة المغرب مع فرنسا للجماهير المغربية. وعلمت من بعض أصدقائي في الدوحة أن أكثر من 80% من التذاكر قد تم شراؤها من المشجعين الفرنسيين. فهذه مؤامرة متكاملة الأركان ضد المنتخب المغربي والجماهير المغربية قبل مباراة المغرب وفرنسا. فهذا هو مونديال قطر، وجميع الجماهير العربية والمغربية كانت تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة من أجل تشجيع المنتخب المغربي في هذه البطولة. إلا أن الفيفا والغرب ما زالوا ينظرون إلى الدول العربية نظرة مختلفة عن نظيرتها أوروبا. وبرغم كل هذا سوف أسافر إلى قطر غدا بدعوة من القطري ناصر الخليفي لحضور هذه المباراة، وسوف أشجع وأرفع العلم المغربي دعما للمنتخب المغربي المظلوم في هذه المباراة. وبرغم كل هذا سينتصر المنتخب المغربي إن شاء الله على المنتخب الفرنسي، وأنا أنتظر بفارغ الصبر مشاهدة هذه المباراة، لأنه من الممكن أن يكون المنتخب المغربي في النهائي، فهذه ستكون أسعد لحظات حياتي. وفي النهاية أريد من الجميع أن يدعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي. اللهم اجعل مرمى المنتخب الفرنسي مليئا بالأهداف المغربية. اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد كيليان امبابي وزملائه في المنتخب الفرنسي. اللهم احمي لاعبي المنتخب المغربي من العين والإصابات واجعلهم يدمروا المنتخب الفرنسي تدميرا. اللهم انصر العرب والمسلمين والأمازيغ في هذا المونديال من أجل الحلم الكبير بالفوز بكأس العالم. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.